ازيكم عاملين ايه؟ انا عارفه انتوا تستغربوا انا ليه طالعه فيديو النهارده علشان احتفالا بحرب 6 اكتوبر. فانا رحت زرت متحف بانوراما 6 اكتوبر. انا بجد اتبسطت فيه جدا، وبشجع من مكاني كل الناس تروح تزوره، وتشجعي ولادك يروحوا يشوفوا المتحف ويشوفوا عظمه مصر وتاريخنا. المتحف جامع من حروب في مصر ما قبل الميلاد حتى حرب 6 اكتوبر. هو مكانه في صلاح سالم، أقرب محطة ليه أرض المعارض. المتحف فيه حفلات من الساعة 11 صباحا، 1:30 مساء، و6:30 مساء برضو. المتحف أول حاجة أول ما بتدخل هو فيه البه الاستقبال. قلنا إن المتحف عبارة عن 3 قاعات. احنا قلنا أول حاجة إن هو في الأول فيه البه الاستقبال، بيبقى فيه زي مرشد افتراضي بيتكلم اللغة العربية والفرنسية والإنجليش. بيوصف لك المتحف عبارة عن إيه كمرشد ليك في البداية. طيب، المتحف عبارة عن 3 قاعات. أول قاعة الصمود والتحدي، تاني قاعة البانوراما، تالت قاعة وهي قاعة العبور. طيب، احنا عايزين نقول كم معلومة كده عن المتحف. تم إنشاؤه بالتعاون بين مصر وكوريا الشمالية. أول حاجة تم إنشاؤه 1983، وافتتح 1989. تم ترميمه في 2018. افتتاحه كان في 2019. يلا بينا نشوف الصور والفيديوهات المتحف، ونقسمه على أكتر من حلقة، وكمان هنعمل سكتش للمتحف. فيلا بينا نبتدي رحلتنا، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. وهنا بقى كنت بدأت رحلتي وقربت خلاص ادخل على المتحف. شايفينه اهو من هناك اهو من بعيد. هنا بقى كنت خلاص داخلة على المتحف، وهنا بقى بعد ما قطعت التيكت هنا بقى كنت مستنية الحفلة انها تبتدي. فيلا بينا بقى نشوف المرشد الافتراضي وهو بيتكلم عن المتحف. وبعد أكثر من 3 عقود تطل بانوراما أكتوبر بثوبها الجديد من خلال أحدث تقنيات العرض العالمية، لتقدم تاريخنا العسكري المجيد من خلال لغة عصرية ومتطورة أكثر جاذبية وإبداع. بداية من الساحة الخارجية للبانوراما، حيث العرض المكشوف لأسلحتنا المتصلة بحرب أكتوبر والأسلحة المحطمة للعدو، وعروض الإسقاط الضوئي المبهرة على جسم المبنى يتخللها مشاهد فيلمية متنوعة عن تاريخ وإنجازات الجيش المصري العظيم. أما بباب المدخل والذي نقف به الآن، فيمكنكم التعرف على أهم المعارك العسكرية في التاريخ المصري من خلال لوحات جدارية مجسمة والمعلومات التاريخية المرتبطة به على شاشات العرض. كما يمكنكم التعرف على أبرز الأسلحة التي شاركت في حرب أكتوبر لكل من القوات البحرية، الجوية، الدفاع الجوي، من خلال عروض الهولوجرام، والتي تعرض أيضا أحدث الأسلحة المتطورة المنضمة إلى عتاد الجيش المصري. وبالقاعة الأولى، قاعة الصمود والتحدي، فيمكنكم الاستمتاع بمشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد عن المرحلة ما بين عامي 1967 و 1973، وكيف قاوم المصريون الهزيمة واستعدوا لمعركة الثأر والانتصار، والتي يتناولها العرض بقاعة أكتوبر، بدءا من عملية الخداع الاستراتيجي ومفاجأة العدو، مرورا بأبرز معارك أكتوبر المجيدة وبطولاتها، وختاما بنصرها المجيد. أما من خلال زيارتكم للقاعة الثانية، القاعة البانورامية، فيمكنكم الاستمتاع باللوحة الزيتية العملاقة التي تجسد معارك أكتوبر العظيمة، والاستماع إلى التعليق الصوتي المصاحب والذي يسرد أبرز أحداث وبطولات تلك المعارك، وذلك أثناء دوران المسرح دورة كاملة خلال 18 دقيقة. ولا يفوتنا في النهاية أن ندعوكم للاستمتاع بتجربة محاكاة ثلاثية الأبعاد، والتي تستطيعون من خلالها معايشة سيناريو معركة حقيقية من داخل طائرة أو دبابة في السماء وعلى الأرض سيناء الطائرة. أرحب بكم.
استنونا الحلقة اللي جاية، هنشوف اول حاجة ناخد لفة في البهو الاستقبال بتاع المتحف، وبعد كده نكمل 3 قاعات. باي باي.